بتشتري في مشروع لسه طرح جديد، المشروع ده مع كل طوبة، مع كل مسمار، مع كل ورقة جديدة بتضاف في سجل المشروع ده، بيزيد استثمارك معاه. فسواء أنت كنت بتشتري بغرض إن أنت تعرضه للإيجار في المستقبل، فبيعمل فرق سعر ما بين سعر البيع وسعر الشرا، فهامش الإيجار بيبقى كبير، أو إن أنت تشتري العقار وهو تحت الإنشاء، وبمجرد ما يخلص الإنشاءات بتاعته بتعرضه للبيع، فبتقدر تبيعه بفرق سعر كويس، خصوصًا لو أحسنت الاختيار في البداية، وده اللي إحنا هنتعلمه مع بعض في الفايلات الجاية وإحنا بنشتغل مع بعض أو بنتكلم مع بعض. وآخر شكل حابب أتكلم عليه من أشكال الاستثمار العقاري هو الاستثمار في الصناديق العقارية عن طريق البورصة. هي مش منتشرة في مصر صحيح بشكل كبير، ولكن هي أحد الأنواع المُعترف بيها عالميًا، وهو إن أنت بتشتري سهم في صندوق، الصندوق ده بيمتلك عقارات، وبعدين بيرجع لك هامش ربح، أو بتعيد بيع السهم ده تاني. الفكرة دي هنتكلم عليها برضه وإحنا شغالين مع بعض، حتى علشان يكون عندنا خلفية عنها. طيب، والسؤال دلوقتي ليه العقارات يعتبر استثمار ذكي؟ أولًا لإنه بيعتمد على أصل ملموس، إحنا هنا مش بنتكلم على عملات رقمية ومش بنتكلم على بورصة، بنتكلم على حاجة ليها وجود على أرض الواقع. وندخل في تاني حاجة، وهو إن ما بيتهزش بسرعة زي سوق العملات الرقمية أو البورصة، مش في معدل صعود وهبوط سريع، وده بيبقى متوفر فيه عامل أمان أكبر بكتير من أشكال تانية للاستثمار. وتالت حاجة بتخلّي الاستثمار العقاري هو استثمار ذكي، إن هو مرتبط بحاجات الإنسان الأساسية، زي السكن، التجارة، الشغل، أماكن طبية فالناس هتروح تكشف فيها. الاستثمار العقاري بيوفّر احتياجات الناس، وأي حد درس business عارف إنك أمّا توفّر احتياجات الناس بتقدر تكسب أكتر من إن أنت يبقى عندك فكرة وخلاص. وكمان الاستثمار العقاري استثمار تراكمي، كل سنة بيزيد، وكل زيادة بتزيد عليها زيادة تانية، فده في أصل رأس المال، بالإضافة إن حتى الإيجارات بتزيد. وآخر حاجة حابب أتكلم عليها في الجزئية دي، هو إن العقارات مش بس للغني، تقدر لو عندك فكر وفاهم تقدر تبدأ إزاي، بتقدر تبدأ فيه بمقدم وأقساط، فبتقدر تدخل الاستثمار العقاري حتى لو مش معاك رأس مال كبير.